في خلال 10 سنين بس ممكن نبقى أول جيل يحضر حرب محدش هيسمع فيها أي صوت. الحرب اللي جاية مش هتحصل لا في الجو ولا في البحر، دي هتحصل في الفضاء. سكوت بيزنت وزير الخزانة الأمريكي في تصريحات لفوكس بيزنس في أكتوبر 2025 قال الصين اقتصادها معتمد على القيادة والسيطرة، واحنا في امريكا مش هنسمح لهم ابدا يأمرونا او يسيطروا علينا. التصريح ده اتقال ردا على الاجراءات الاستفزازيه من وجهه نظره من الصين. طب ايه هي الاجراءات الاستفزازيه اللي مضايقه امريكا وكده؟ الموضوع بدأ بتصريح لصحيفه ديفنس نيوز من نائب قائد القوات الفضائيه الامريكيه الجنرال مايكل جيتلين في مارس 2025 لما قال ان اقمارهم رصدت مؤخرا 5 اقمار صينيه بتتحرك داخل وخارج التشكيل في شكل منورات منسقه في مدار الارض المنخفض، وهي استراتيجيه مشابهه للقتال الجوي وبتتم مع أقمار تانية استعداد لتدميرها أو على الأقل تعطيلها وتشويشها. المناورات دي بتوضح إن الصين بتتدرب على عمليات في المدار الأرضي المنخفض، ويعتبر تصعيد خطير